آه لازم امشي اكتر، لازم امشي اكتر. انا بلف في البيت كله فاهم عشان اقدر اعرف. بس على فكرة فعلا حسيت بحاجة. هل عمرك فكرت ان حاجة بسيطة زي شبشب ممكن تأثر على جسمك ومخك كمان؟ بس مبدئيا كده نايكي عملت ماركتينج جبار على الحوار ده، واللي جرب الاختراع ده قبل ما ينزل هو هالاند نجم مانشستر سيتي، واتكلم عن تأثير الحذاء على التوازن والتركيز في اللعب، وده شرف فيه كل اعضاء الجسم. انت طبعا لما بتضغط عليها بتقدر تحس المفروض بحاجة. انا ما جربتش الموضوع ده، بس هي نايكي مش عاملة حاجة جديدة، هو الموضوع ده اصلا اوريدي كان موجود، بس الفكرة هنا ان انت مش محتاج تضغط، انت وانت ماشي الحوار ده بيحصل. فانا متشوق اجربه يا جدعان. بس الاول تعالى نعمل انبوكسنج ونشوفه مع بعض. طبعا انت واخد بالك من الرجل اللي موجوده دي، هي شكلها جامد جدا، وبيقول لك الاماكن اللي هتتضغط فيها الرجل. مايند ساينس ديبارتمنت عاملين شغل جامد الصراحه السنه دي. ف انا متحمس ان انا اجربه. نايكي مايند في الجنب هنا، وهنا طبعا المقاس، ونايكي السوش موجوده هنا، والنايكي مايند ديبارتمنت. الصندوق شكله جامد الصراحه، هما بيصرفوا كتير قوي على الصندوق، بس اهم حاجه ايه اللي جوه الصندوق. تعال نفتحه مع بعض. اول ما شفت صوره على النت ناس كتير كانت كاتبه ان هو زي السايبر تراك بتاع تسلا. انا من ساعه ما شفت الكومنت ده انا مش عارف ما اشوفش السايبر تراك وانا بشوف المنظر ده. شكله غريب، هو فيتشرستيك جدا، سيمبل في نفس الوقت، بس الشيب غريب جدا. بس برضو متحمس ان انا اجربه. هنا هتلاقي في الفتحات كلها، يعني في تهويه كتير جدا من قدام ومن الجنب، بس مفيش في الجنب ده. وبالنسبه للنايكي سوش اللي موجود هنا ده معمول بطريقه مختلفه جدا. اللي انا برضو قريت عنه ان يعني معمول بالطريقه طالعه لفوق، لان اللي هو بيأثر من تحت هيأثر في جسمك من فوق، يعني فاهمني. فده اللي قريته عنه. في نايكي سوش برضو بنفس اللون الفضي من قدام هنا، وورا في مايند برضو بالفضي اللي هو اسم الشوز ذات نفسه. في ديتيلز كتير الصراحة. من تحت بقى هو يعني الحوار كله بقى انت فاهم. من تحت هنا نايكي مايند والسوشي الصغير، وفي نفس الوقت من ورا مكتوب نايكي ساينس ديبارتمنت. ايه رأيكم انتوا يا جدعان في اللي انا شايفه ده؟ المفروض بقى الحاجات دي بتدوس، ولما بتدوس بتطلع من هنا، واخد بالك؟ طبعا كل الاماكن دي المفروض كل مكان ليه حاجة للجسم. من جوه هتلاقي مكتوب برضو نايكي ماين والسوش وكل حاجة، وتقدر برضو تشوف الحاجات اللي انت هتدوس عليها، الكور اللي انت هتدوس عليها وانت بتبري زي لما بدوس عليها من هنا. وهنا مكتوب المقاس واتصنع فين، وده مصنوع في فيتنام. كمية النايكي سوشي اللي موجودة هنا كتير جدا، 1 2 3 4 5. يعني هم عايزين يقول لك احنا اللي عاملين ده، نايكي في كل حته. انا متحمس جدا ان انا اجربه يا جدعان، فتعالى نشوف هل الموضوع ده حقيقي ولا لا. بعد ما جربته المقاس طلع صغير، المقاسات كانت مش موجوده فيه. يعني لو انت بتلبس 42 مش هتلاقي موجود، هتلاقي 41 او 42 ونص. فكان 41 هو اللي موجود، لان 42 ونص اتباع، بس المقاس صغير شويه. فدي معلومه تاخد بالك منها. انا دلوقتي حاليا بنشوفه ايه اللي هيحصل. هل انا هبقى يعني احسن، او مثلا التوتر هيقل؟ مش عارف، التوتر لسه موجود لحد دلوقتي. عموما فانت بالنسبه للمقاس لازم الاحسن انك تجيب مقاس اكبر. لو خدت بالك هو مبين الرجل من ورا هنا اهو، فالمقاس ده صغير صغير، بس انا حاسس باختلاف بصراحه. بالنسبه للحاجات اللي موجوده تحت ورا ديت، يعني انا حاسس ان في حاجه كل ما بمشي بحس بحاجه في رجلي. هل هو مريح؟ مريح، بس يعني عادي. ده اللي انت منتظره من سلايد، ما فيش حاجة جديدة يعني. ممكن انا محتاج امشي بيه كتير عشان اقدر اعرف هل الحاجة دي اصلا فعلا بجد او لا، مش عارف. بس هم كانوا بصراحة محتاجين مرموش يقول لهم، عشان الموضوع ده افتكاسة مش حوار يعني. اوكي اوكي. عموما الالوان اللي نزلت منه هو اللون الجراي والاحمر والاسود. الاحمر والاسود اتباعوا، والجراي هو اللي كان موجود. فهو ده الوحيد اللي عرفت القطه الصراحه بالريتيل برايس. آه مش عارف بصراحه. ابتدى يبقى مريح اكتر، ابتديت احس لا على فكره في حاجه والله. اوكي اوكي. اه
شكله غريب الصراحه، شكله غريب. لا على فكره في حاجه، بس اللي هو مش اوفر يعني بصراحه يعني. حاسس اني حاسس اني مرتاح، ده الحاجه الوحيده اقدر اقولها يعني. بس هل الراحه ديت اللي فيه هل بتعمل جاستيفاي للسعر بتاعه؟ مش قوي الصراحه، هو سعره اغلى من اللي فيه. بس انا شايف ان السعر كله معمول في الديزاين، موستلي معمول في العلبه ومعمول في الحاجات اللي موجوده فيه. زي ما انا قلت، في سوش كتير جدا موجوده فيه، في ديتيلز كتير، فاعتقد هو السعر جاي من هنا، لان ده النقطه اللي نايكي دايما بتلعب بيها، تحط لها حاجات كتير قوي فانت تتوهم، فبتقدر تعمل جاستيفاي للسعر عامه. بس I don't know، ممكن لو المقاس كان كبير شويه او مثلا على مقاسي بالظبط هتفرق. مم، والله حاسس باحساس غريب. ب- عموما ده التجربة، ما يعني اقدر اقول ان هو في احساس مختلف عن اي شبشب تاني. مش كبيرة بس في احساس مختلف، انت حاسس ان في حاجة بتضغط في رجلك. بس اوفرول انا مش شايف ان هو موضوع كبير الصراحة خالص. عادي يعني، الافتكاسة دي عادية الصراحة. او ممكن انا محتاج مثلا امشي بيه مثلا لمدة ساعة ساعتين عشان اقدر اقول لك حاجة. بس هو في فعليا اختلاف ما بينه وما بين اي حاجة تانية انا بلبسها. لو اشوفكم في فيديو جديد وسنيكر جديد، سلام.